أيها الإخوة الكرام، لا شك أن طالب العلم الذي يقرأ القرآن ويعظمه ويجله ويجعل له من حياته ولسانه وسمعه وبصره نصيبا، لا شك أنه يجد أن أعظم ما في القرآن هو حق الله جل وعلا بتوحيده سبحانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حق الله جل وعلا الذي قامت عليه السماوات والأرض، حق الله جل وعلا الذي خلق الجن والإنس لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني بعبادتي. حق الله جل وعلا في القرآن بطاعته وامتثال ما أوجب وفرض وقضى من توحيده جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد توحيد الرب جل وعلا بأفعالنا بأفعال الناس، هذا هو حق الله جل وعلا، ألا يعبد إلا الله. لا يتوجه القلب بالدعاء ولا بالرجاء ولا بالاستغاثة ولا بطلب النفع ولا بطلب دفع الضر ولا بأنواع المطلوبات في الدنيا والآخرة، لا يطلبها إلا من الله جل وعلا وحده. ليس لأحد حق في الدعاء الذي هو طلب جلب الخير المطلق ودفع الضر المطلق إلا الله جل وعلا. لا يستحق هذا الطلب في جلب الخير ودفع الضر لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا صالح من عباد الله ولا ولي ولا عالم ولا ذو شأن. لا يستحق أحد الدعاء والرغب بدفع الضر وتحقيق المطلوب إلا الله جل وعلا.